السمين أكله متين، عشان كده كل المطاعم اللي بتقدم سمين بتلاقي الناس اللي بتشتغل فيها عندها صحة بفضل الله بومب. لحمة الراس الدكر طعمها مختلف عن أي مكان تاني في جسم البقرة، يعني فيها أكتر من 16 طعم، الجهارة غير، اللسان غير، الجبهة، وكل حاجة فيها طعمها مميز. مصمت الحرية موجود في شارع الترعة البولائية في شبرا مصر، وعنده الطلب من أول 30 ل 40 جنيه، وعنده الرغيف بيبتدي من 10 ل 15 ل 20 جنيه. السلطة عنده والشوربة مجانا، طبق الفتة ب5 جنيه. الناس فاتحة طول أيام الأسبوع، بس الأجازة عندهم يوم الحد والاثنين، وبيفتحوا من الساعة 12 الظهر لغاية الساعة 6 بالليل. عم الحاج يعتبر كده زي ما قال لي أنا فاتح أبونيه عندهم، كل يوم لازم أجي أكل عشان خاطر أزنة صحتي. ولما تروحوا هناك هتشوفوا الكلام ده وان قدام عينيكم. ولما جيت سألتهم قلت لهم مين اللي بيجيب البضاعة، قالوا لي إحنا بنروح المذبح وبننقيها بضمير وإتقان عشان خاطر نأكل الزبون الحاجة اللي إحنا بنقبلها على بيتنا وعيالها نأكلها لهم. المنظر الجميل بتاع لحمة الراس لوحدها يفتح النفس. وأنا بصراحة بعشق البومبار والفتة، وكمان بعشق السمين بتاعها. انا جبت الليمونه كده وقلت اقول كده بسم الله كده واعصرها، وبعد كده رفعت البومبار كده وبقول لكم تعالوا كلوا وبسم الله، والواحد كل يا جمال الحلاوه والطعم مع الرعشه. وانا عندي 11 سنه وانا في الشغل دي. نعم. كنت بطلع من المدرسه على هنا. خدت الشغل من هنا. من والدك؟ وقفت جنب منه وجبت بضاعه وكله. واخد بالك؟ وبقينا واقفين سوا، لما جه مات ما سيبناش المحل ولا قفلناه. نعم. زي ما هو المحل. كل واحد النهارده بيختار طريقه بقى. يعني انتوا دلوقتي مثلا لما بتروحوا المذبح انتوا بتنقوا الحاجه حاجاتنا لنا عميل. في عميل بيبعت لنا البضاعه البيعه بتاعتي تيجي هي بتاعتي بالمواصفات اللي احنا عاوزينها. كمان لكم مواصفات؟ طبعا. يعني مش اي حاجه؟ نتايه لا. لو جت نتايه لا. جاموسي لا. لو جاموسي جت لنا لا. حاجه غير المواصفات اللي احنا طالبينها بنرجعها له. كمان؟ طبعا. يعني لازم الكندوز يجي لكم دكر وليه سن معين كمان؟ لا هو الدكر معروف بايه؟ لا يعني ما هو العجاني اهم شيء دي تتاكل. اهم شيء دي تتاكل. اما البقره لا. يعني معنى اصح اللي انت بتقبله ان انت تاكله بتاكله الناس. ما يقبلوش على نفسه، ما يقبلوش على. بقول لك احنا وحياه النعمه ما بناكل الا ده. هي شغلتنا زي ما بقول لحضرتك، دي شغله حلوه ولا وحشه؟ طبعا. نعم. خاصه الاكل ده ضمير. نعم. بس تقدر نفسك انك انت مكان المناصب الزبون اللي رجال. انا باكل منها قبل الزبون. نعم. يعني انا باكل من اللحمه دي قبل الزبون، وبيتي مفتوح لا مؤاخذه منها لازم يبقى عنده ضمير. ما هي وما نشش الزبون. تعرف لو في حته لحمه ناشفه